عصام الشوالي يتحدى الجميع بشأن الأهلي وغرفة ملابسه، ويكشف عن أضخم صفقة في تاريخ الأهلي، والخطيب يفتح خزان الأهلي لضمها. قال الإعلامي عصام الشوالي أن الأهلي المصري سيبقى الكبير بلا منازع مهما حدث فيه، وأنه سيتجاوز الكبوة، وتحدى الأهلي بطل الدوري وأفريقيا لا زعيم لها إلا الأهلي. وقال الشوالي يحذر الخطيب من أزمة في غرفة ملابس الأهلي تحتاج إلى بركان، مشيرا أن إدارة الأهلي تفاضل بين عدد من المدارس التدريبية لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول خلفا للأسباني خوسيه ريبيرو المقال الذي رحل بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز. وقال الشوالي أن اجتماعات محمود الخطيب مع المدير الرياضي محمد يوسف ولجنة التخطيط شهدت استعداد الأول لرفع قيمة راتب الجهاز الفني الجديد إلى حاجز 300 ألف دولار شهريا. وجاء توجه الخطيب في ظل احتياج المارد الأحمر إلى مدرب يمتلك خبرات التعامل مع النجوم، وسبق له تحقيق إنجازات مميزة. كما تستهدف إدارة الأهلي عدم تكرار الغضب الجماهيري تجاه أداء الفريق والذي تسبب في رحيل الأسباني ومن قبله السويسري كولر. وأكد الشوالي أن هناك صفقة تنافسية ضخمة في الطريق إلى النادي الأهلي. أولى حلقات تتحول لعاصفة، ميدو يفتح النار على الأهلي والزمالك ويشعل الدوري. انطلاقة برنامج أوضة اللبس على قناة النهار لم تكن تقليدية، فالإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اختار أن يبدأ الموسم بجرعة تصريحات نارية أشعلت النقاش على السوشيال ميديا، وجعلت اسمه يتصدر الترند منذ الدقائق الأولى لعرض الحلقة. ركز ميدو بشكل واضح على أزمة الزمالك، معتبرا أن المدير الرياضي جون أدوارد يواجه واحدة من أصعب الفترات في تاريخ النادي، مع تزايد الملفات المعقدة مثل عقود النجوم الكبار والغرامات المالية. لكن ميدو لم يكتفي برصد التحديات، بل أشار إلى أن وجود إدوارد يمثل بداية مشروع جديد لم يعتمده الزمالك من قبل، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع مرهون بالصبر ومنح الرجل صلاحيات كاملة بعيدا عن التدخلات الإدارية. لم يغفل ميدو الحديث عن سباق الدوري الممتاز، حيث أكد أن المنافسة هذا الموسم لن تكون مجرد سباق ثنائي بين الأهلي والزمالك، بل أن بيراميدز دخل المعادلة بقوة. وأشار إلى أن فوز بيراميدز الأخير على الأهلي لم يكن مصادفة، بل رسالة واضحة بأن الفريق بات منافسا شرسا بفضل استقراره الفني والإداري وتكوينه قائمة تضم عناصر دولية ولاعبين أصحاب خبرة. خص ميدو المدرب كرونزولاف يوروزيتش المدير الفني لبيراميدز بإشادة كبيرة، مؤكدا أن تمكن من صنع توليفة قوية داخل الفريق أعطته شخصية واضحة في الملعب وجعلته بطلا لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية. وأضاف أن استمراره مع الفريق يمثل ضرورة، خاصة أنه أعاد صياغة شكل بيراميدز كقوة لا يستهان بها محليا وقاريا. حديث ميدو امتد إلى الأهلي، حيث أبدى تأييده لقرار مجلس إدارة برحيل المدرب الأسباني ريبيرو بعد الهزيمة أمام بيراميدز. وأوضح أن الأهلي أكبر من إمكانيات المدرب الذي فقد السيطرة على غرفة الملابس ولم تظهر له أي مؤشرات للنجاح، مؤكدا أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مدرب يمتلك شخصية قوية قادرة على فرض الانضباط بين النجوم. التصريحات الجريئة التي خرج بها ميدو لم تتوقف عند حدود الاستوديو، بل تحولت سريعا إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي. انقسم الجمهور بين من يرى أن تصريحاته صوت الحق الذي يكشف بجرأة ما يحدث خلف الكواليس في الأندية الكبرى، ومن اعتبر أن أسلوبه المباشر قد يشعل أزمات إضافية تزيد من توتر الأجواء في الموسم المشتعل أصلا. بين إشادته ببعض القرارات وانتقادات لأخرى، أشعل ميدو أجواء الدوري المصري منذ الحلقة الأولى، واضعا الأهلي والزمالك وبيراميدز في دائرة جدل لا ينتهي. ويبقى السؤال: هل تكون تصريحات ميدو مجرد تحذير مبكر، أم أنها بداية فصل جديد يعيد تشكيل خريطة الكرة المصرية هذا الموسم؟